تدري انك تقدر تطبع برنت من الاحوال مذكور فيه كل المعلومات اللي تشوفها قدامك بدون ما تروح للاحوال او بدون خطاب او بدون ما تروح تراجعهم او خطاب من مرجعك عشان تطبع البرنت هذا، فقط عن طريق جوالك وانت جالس بالبيت تقدر تطبع البرنت هذا بسعر رمزي تقريبا 20 ريال، وفيه مذكور اسم الاب واسم الام ومهنتك وكل شيء وفصيلة دمك ولون عيونك والطول والتعليم وكل شيء موجود مثل ما تشوفون في الصورة. الحين اترككم مع الشرح، تابعوا. طبعا اول شيء لازم تسدد مبلغ الرسوم اللي هي 20 ريال عشان تطلع البيانات. عندك الراجحي والاهلي، بختار الراجحي مثلا، بعدين ادخل على حسابي بالراجحي، بعدين ادخل على مدفوعاتها الحكومية اللي هي هذه المدفوعات، بعدين المدفوعات الحكومية، بعدين الأحوال المدنية، بعدين طباعة بيانات مواطن، واحط السجل المدني حقي واضغط التالي، وبعدها راح اخصم المبلغ على طول 20 ريال زي كذا، وبعدين تأكيد، وكذا دفعنا الرسوم وخلاص. الحين نرجع لموقع أبشر ونحط البيانات ونطلعها. بعد ما سددنا الرسوم عن طريق الراجحي أو الأهلي ندخل على متصفح جوجل أو كروم أو سفاري ونفتح زي كذا، بعدين نكتب فيه كلمة أبشر، وبعدين نضغط أول رابط، بعدين ندخل على أفراد ونسجل دخول بحسابنا بأبشر. بعد ما سجلنا دخول بحسابنا بأبشر نروح نضغط على خدمات، بعدين نختار الأحوال المدنية، بعدين ننزل تحت آخر شيء نطلع على بيانات المطورة. بيانات المطورة نضغط عليها زي كذا، بعدين نضغط إصدار طلب جديد وزي كذا. طبعا لازم تختار الأب والأم بالبيانات، راح تطلع لك هنا البيانات كاملة حقتك، ومن ضمنها تختار يرجى اختيار القطاع، تختار القطاع اللي تبغاه مثلا الأحوال المدنية، بعدين تختار بيانات الأب بيانات الأم، وتنزل تحت لين هنا لين الخيار هذا تحط عليه صح، بعدين تضغط إصدار طلب جديد، مباشرة راح تطلع لك البيانات حقت المطور، يعني تنزل تحت لين توصل هنا الدفع والتأكيد. هذه الرسوم 20 ريال، الدفع والتأكيد، وخلاص كذا أصدرنا البيانات المطورة بنجاح. نروح نضغط على بيانات المواطن، وبعدين ننزل تحت إلى آخر شيء ونضغط طباعة. بعد ما تضغط طباعة تطلع لك الصفحة بالشكل هذا بإصبعين بس، اسحب على الصورة الأولى زي كذا عشان تصير صفحة واحدة، بعدين راح تحصل هنا في سهم تحت اضغط عليه وسوي لها مشاركة في الواتساب لأي مكتبة يطبعها لك بريال بريالين، أو احفظها في الملفات عشان تحتفظ فيها مستقبلا لو تحتاجها، لأن مدتها 30 يوم وتقدر تستعرضها خلال 30 يوم أكثر من مرة. لكن أحسن شيء ترسلها بالواتساب لأي رقم لرقمك أو الرقم واحد من أقاربك، أو ترسلها المكتبة تحفظها لك وتطبعها لك وتقدر تسلمها للجهة. كذا طبعنا برنت من الأحوال بدون ما نراجع الأحوال أو ناخذ خطاب عشان يطبعوا لنا البرنت.